الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري. وضع جيد للمزروعات في مديريتي باريخ وعدقالة. تنمية الخضروات والفواكه في ضاحية بويا تحقق نتائج جيدة. رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين يوقعان اتفاقا بالسلام. الناتو يجري مناورات قبالة سواحل بلجيكا. وأرقام صادمة لضحايا السرطان في عام 2018. مرحبا بكم. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي ظهر يوم أمس 16 من سبتمبر الجاري في القصر الحكومي. التقى مع وزير الخارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي والزميل صلاح حسين. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي 13 من سبتمبر الجاري في القصر الحكومي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري. وسلم الوزير سامح شكري في اللقاء رسالة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية والدفع قدما بتطورات السلام في القرن الأفريقي. وتناول اللقاء تعزيز الشراكة والتعاون بين إريتريا ومصر والدفع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الأفكار والرؤى حول تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا وتطوراتها، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا والصومال وسبل تنفيذها والدفع بها. وفي التصريح الذي أدلى به معالي الوزير سامح شكري لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، أكد تطابق الرؤى بين الرئيسين إسياس أفورقي وعبد الفتاح السيسي في العديد من القضايا التي تناولها اللقاء، موضحا أن تعزيز العلاقات بين إريتريا وجمهورية مصر العربية وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية تلعب دورا كبيرا في أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر. الزيارة طبعا هي تأكيد للعلاقة الخاصة اللي بتربط بين جمهورية مصر العربية وإريتريا، والتوجه الدائم لتدعيم هذه العلاقة وتوثيقها في كافة المجالات. تشرفت بأن استقبلني فخامة الرئيس السيسي أفورقي، ونقلت إليه رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد هذه المعاني، للاهتمام المصري البالغ بالمساهمة في دعم الاستقرار في المنطقة، في تنمية العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية، مواجهة كافة التحديات المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. المنطقة بتشهد تطورات مهمة، ولا بد من الارتقاء إلى مستوى المسؤولية لكافة دول المنطقة حتى تلبي طموحات شعوبها وتؤدي إلى الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات. وجدت من فخامة الرئيس رؤية واضحة متسقة مع رؤية الرئيس السيسي. نعم، هناك عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بين إريتريا ومصر، سبل تنفيذ هذه الاتفاقيات والدفع بها. الفترة الماضية رأت مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة، ونحن بصدد تفعيلها بشكل كامل، ولدينا الإرادة ولدينا القدرة على تفعيل هذه الاتفاقيات بحيث أن تعود بالنفع على الجانبين. وسوف نشهد في خلال المرحلة القادمة كثير من النشاط والتفاعل والإيجابية في وضع كافة هذه الاتفاقيات موضع تنفيذ، بل ووضع أطر قانونية جديدة تفتح مجالات أخرى تستفيد منها البلدين، وإطار ينظم العلاقة بينهما بشكل يثق فيه المواطن في كل من البلدين بأن مصالحه يتم تحقيقها بشكل فعال. من جانبه أكد مستشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي السيد ماني جبراب بأن زيارة وزير الخارجية المصري تأتي مواصلة للقاءات السابقة والتشاور بين القيادتين، وأن إريتريا إيمانا منها بأهمية الدور المصري في أمن واستقرار المنطقة تعمل على الدفع بذلك، وخاصة بعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر وجهوده لإعادة الدور المصري الهام في المنطقة. مبصحنا منستر قدات وزعي قبصي سامح شكري
مقاصلتها نايتي مونغو خلطيان هاجرات أو راخب ممساء بريزيدنت سيسي ناف سلطان كمعبل صنحي متحجازن زمدناتاتنيو أبز وان زي خلطيان هاجرات ناب حدا عمامي سفيح ناقو طبعا متحجاز مدبات يأتوالوا قبل عليون مزحدش معباليتات ناي قرن أفريقيا زخيد صطاوي متحجاز ناي مقبار ناي إرترا استراتيجية والرأي احنا كان ناي قرن أفريقيا ناي قرن أفريقيا متأثار كابقون بمسكور وابتا بقيح بحري اب وشمت اب خليج مس قبصي مس إمارات مس سعودية مس كالوت هاجرات سلازخوني زون هذا خفار نتي من الزراب من قالت يوم حلفتي بريزيدنت إساسا مينستر بداية سامح الليرو. حضر اللقاء من الجانب الإريتري معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب ومدير مكتب الرئيس السيد أمين حسن، ومن الجانب المصري مستشار الوزير السيد محمد الملا وسفير جمهورية مصر لدى إريتريا السيد ياسر هاشم. أعلن مسؤولان مكتب الزراعة في مديريتي بريخ في الإقليم الأوسط والدخالة بالإقليم الجنوبي بأن المزروعات في المديريتين توجد في وضع جيد. وذكر مسؤول مكتب الوزارة في مديرية بريخ الشاب ماجور منقصاب في التصريح الذي أدلى به أمس 16 من سبتمبر الجاري، ذكر بأن معظم المزروعات في المديرية هي الشعير والقمح، وقد بلغت مرحلة مبشرة، فيما بلغت الذرة الرفيعة والذرة الشامية والطاف وغيرها مرحلة الإثمار. ووضح الشاب ماجور بأن بذور القمح المحسنة المعروفة بكروك التي وزعتها وزارة الزراعة للمزارعين توجد في وضع جيد، مناشدا للدفع والعمل بالاستعدادات الصيفية والإرشادات المهنية لما تلعبه من دور بارز. من جهته دعا مدير المديرية السيد تسفو فسهاتيون المزارعون للقيام بالمتابعة اللازمة والجيدة وتعزيز جهودهم فيما يتعلق بالمزروعات الحقلية وغيرها من المزروعات بفضل الخريف الطيب لهذا العام، ومناشدا المزارعين إلى مواصلة مساعيهم وجهودهم. في غضون ذلك أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية الدخالة السيد نقوسي ولد ميكائيل بأن المزروعات في المديرية توجد في وضع جيد بفضل الأمطار الغزيرة التي ظلت تهطل في المديرية. وذكر السيد نقوسي بأن مزروعات الطاف والشعير والداغوشة والذرة الشامية والقمح والذرة الرفيعة وغيرها من المحاصيل الزيتية المزروعة في 21,000 هكتار وصلت إلى مرحلة الإثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت دعما ماليا قدره 1.5 مليون نقفة ل 1950 من المزارعين نتيجة لشح الأمطار في العام 2017. ومن جانبه قال خبير تنمية المزروعات في المديرية الشاب كيداني رأكي إن حملات التوعية المكثفة المنتظمة للمزارعين لعبت دورا كبيرا في رفع معارفهم، مشيرا إلى زراعة 98% من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة. وأشار الشاب كيداني إلى تخزين السدود والحفائر المياه الكافية بفضل الأمطار التي هطلت هذا العام بنسبة 500 ملم، موضحا السيطرة الكاملة على دورة الحشد الخريفية بفضل محو الذرة الشامية الصيفية بأمر من وزارة الزراعة. بدورهم أكد المزارعون ببذل مساعي وجهود جبارة حتى مرحلة جني المحاصيل، مناشدين وزارة الزراعة لتقديم دعمها ومواصلة تعاونها معهم. صرح مزارع ضاحية بويا في مديرية قرعلو بإقليم شمال البحر الأحمر لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، صرحوا بأنه وإلى جانب الزراعة المنتظمة ينمون بقدرات محدودة الخضروات والفواكه والتي توجد في وضع جيد. وذكر المزارعون الذين ينشطون في البستنة بمنطقة داراولي بأن المياه الجارية لعام كامل دفعتهم لاتخاذ خطوة التنمية، موضحين بأنهم بدأوا العمل بتنمية الخضروات في الوقت الحالي، ارتقوا إلى مستوى تنمية الفواكه مثل الموز والباباي والبرتقال. وأشاروا أيضا إلى أن تنمية البساتين خلقت لهم الاستقرار في حياتهم الاقتصادية، موضحين بأن عدم تلقي الإرشادات المهنية والأدوية وكذلك مشكلة خدمات النقل من أهم العوامل التي تشكل لهم عوائق كبيرة. بدوره قال مسؤول مكتب وزارة الزراعة بالمديرية السيد يوسف حسين إن تطوير الأنشطة التجريبية التي بدأت قبل أعوام قليلة بتنمية الخضروات إلى مستوى تنمية الفواكه يعد نقلا نوعيا داعيا
إلى إيجاد الحلول لمشكلة خدمات النقل. يقطن ضاحية بويا أكثر من 5000 مواطن يزاولون حرفتي الزراعة والرعي. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بتنظيم دورة مهنية تدريبية ل 16 شابا في مديرية النحيلي تمثلت في أنشطة تربية النحل. وقال مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد منقص طعمي إن تربية النحل لا تتطلب مصروفات ضخمة، داعيا الدارسين العمل في هذا المجال لتحسين حياتهم المعيشية بالاستفادة من المعلومات المكتسبة وتطبيقها على أرض الواقع. من جانبه أوضح مديرية النحيلية السيد أبراهام مكنن أهمية الدورات المهنية والتدريبية للشباب، معبرا عن أمنياته الكبيرة في أن يستفيد الدارسين من هذه الدورات ويؤثروا بشكل إيجابي على بيئتهم. أوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الإريتريين المقيمين في العديد من دول المهجر تبرعوا $10,800 و3030 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. ووفق المعلومات الواردة من الوزارة تبرعت لجنة دعم أسر الشهداء في مدينة لوزان السويسرية $10,800 لتأهيل أسر الشهداء، فيما تبرعت الجالية الإريترية في منهايم الألمانية وضواحيها $1530 يورو لرعاية أسر الشهداء. كما تبرعت الجالية الإريترية في دوردورف الألمانية $1200 يورو لتبني أسرتين من أسر الشهداء إضافة إلى الأسرة التي تبنوها في السابق. وتبرعت أيضا الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في منهايم الألمانية وضواحيها $300 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. مشاهدينا فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت اتفاقا للسلام مع فصائل المتمردين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك لإنهاء حرب أهلية أفضت بحياة 50,000 شخص على الأقل وشردت مليونين آخرين. فقد انزلق جنوب السودان إلى طون الحرب بعد عامين من استقلاله في العام 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين كير ونائب الرئيس آنذاك رياك مشار إلى مواجهة عسكرية. وسبق أن انهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد عام واحد إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين. ووقع مشار زعيم فصيل المعارضة الرئيسي وفصائل معارضة أخرى الاتفاق الجديد مع حكومة جوبا بعد ضمانات باحترام اتفاق سابق لتقاسم السلطة. ويعيد الاتفاق الذي توسط فيه السودان مشار إلى منصبه السابق نائبا للرئيس. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب قد أودت بحياة 50,000 شخص على الأقل، أغلبهم من المدنيين. وقد رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الداعمة لجهود السلام بالتوقيع الاتفاق. أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن أسطول كاسحات ألقام في حلف الناتو يجري في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر الجاري قبال سواحل المملكة تدريبات تحت عنوان الشاطئ الرملي 2018، وذلك على تنفيذ مهام البحث عن الألقام البحرية وتدميرها. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الهدف الرئيسي لهذه المناورات العسكرية هو الحفاظ على التأهب للعمليات للرد على التهديد حقيقي للعبوات الناسفة تحت الماء. وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع بأن كاسحات ألقام للقوات البحرية في بلجيكا وهولندا ستشارك في التدريبات، فضلا عن مجموعة دائمة من قوات كاسحة للألقام لحلف الشمال الأطلسي. وسيتم استخدام قواصات غير مأهولة من نوع ريموس للتدريب على تنفيذ مهام كسح الألقام. الجدير بالذكر أن هذه التدريبات تجري تحت قيادة هيئة الأركان العامة المشتركة للبحريتين البلجيكية والهولندية. أعلنت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن المرض الخبيث سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في العام 2018، أو ما يمثل واحدا من كل 8 حالات وفاة بين الرجال وواحدا من بين كل 11 حالة بين النساء. وفي تقرير يبين بالتفصيل معدلات الانتشار والوفاة بسبب عدة أنواع مختلفة من السرطان، قالت الوكالة إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، صعودا من 14.1 مليون إصابة
و8.2 مليون حالة وفاة في العام 2012. وأضافت الوكالة أن العبء المتزايد للمرض من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات يرجع إلى عدة عوامل، منها التطور الاجتماعي والاقتصادي والتزايد عدد السكان والشيخوخة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.